السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، كلكم بخير وفي احسن حال يا رب باذن الله. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفه حلوه جدا جدا زي ما انتم شايفين كده قدامكم في الفيديو. وصفه مش مكلفه خالص وفي نفس الوقت سهله جدا، مش هتوقفك كتير في المطبخ. يعني لو عندك لفه جلاش في الفريزر بقالها شهور، يلا طلعيها وهاتيها ويلا نشوف هنعمل مع بعض ايه بالوصفه بتاعتنا ديت. بس قبل ما نبدا بالفيديو، لو انت شفت الفيديو وعجبك ما تنسيش تعمل لنا لايك، تدعمينا باللايك، حط لنا لايك بقى بيديك الحلوه الجميله دي، وتكتب لنا كومنت حلو قمر كده زيك لو عجبك الفيديو. ولو لسه ما اشتركتيش في القناه وعجبتك القناه اشتركي فيها وفعلي رمز الجرس علشان اي فيديو ينزل يجيلك بيه اشعار على طول. بتفعلي رمز الجرس منين؟ من كلمه الكل بتدوسي عليها علشان الاشعار يجيلك على طول. يلا بينا بقى نسمي الله ونبدا في الفيديو ونشوف هنعمل ايه بلفه الجلاش اللي بقالها شهور عندنا في الفريزر. اول حاجه جبنا الجلاش كده اهوت وسبته بقى يفك. لو انت بتطلعيه من الفريزر سيبيه يفك طبعا لغايه ما يفك خالص. لو انت بقى مشتريها طازه يبقى تمام زي الفل. جبت بقى البلانشا كده اهوت وبدات اقطع عليها لفه الجلاش شرايح كده اهو رقيقه زي ما انتم شايفين. أنا ممكن كمان تقطعيها يعني عشوائيه كده اهوت، مش لازم يعني بالظبط. فهنبدا نقطعها كلها كده اهوت ونجيب بقى صاج كده كبير علشان نبدا ان احنا نحمص فيه الجلاش دوت. انا عايزه اوراق الجلاش دي تكون متحمصه كده اهو ومقرمشه معايا علشان تنفع في الوصفه اللي معانا. جبت كده صاج بقى كبير، ممكن صينيه تكون كبيره بحيث ايه تفرشي عليها كل اللفه اللي معاكي، وتبقى ايه يعني تفرديها كده يعني بإريحية يعني. هبدا بقى ان انا افرطها كده اهوت. بصوا قطعتها شرايح رقيقه جدا. هبدا بقى ان انا اجيب معلقتين 3 زبده كده اهوت او سمنه عاديه اي حاجه الموجوده عندك، وابدا ان انا اغلف بيها كل الجلاش. تمام كده، يبقى 3 معالق سمنه او زبده زي ما انت حابه او الموجود عندك، ونبدا نغلف بيهم الجلاش ده كله علشان خاطر ندخله الفرن يتحمص معانا. ولا هتستخدمي بقى ملفيه ولا اي حاجه من دي خالص، مش عايزين نكلفك. الملفيه طبعا اغلى من الجلاش، فطبعا عشان نوفر في الوصفه بتاعتنا وفي نفس الوقت نعملها بطريقه حلوه جدا حمصنا الجلاش. لو انت بقى عايزه تستخدمي ملفيه عادي جدا، لو انت عندك، ما عندكيش خلاص يبقى اشتغلي معانا بلفه الجلاش. بصوا كده بعد ما غلفت الجلاش كله بالزبده، هبدا ان انا ادخله الفرن. كده انا دخلته الفرن على درجه حراره متوسطه، وهبدا بقى من فتره للتانيه ابدا ان انا ايه اقلب فيه. تمام كده عشان كله يتحمص من كل الجوانب. اثناء ما الجلاش في الفرن هبدا ان انا اعمل الكريمه بتاعتي. حطيت كوبايه كريم شانتيه خام مش محلى، وحطيت عليه 3 معالق سكر. ما تكترش السكر عشان لسه هنحط حاجات تانية تبقى مسكره، عشان الوصفه ما تبقاش مسكره منك قوي. تمام كده حطينا كوبايه كريم شانتيه خام، وحطينا 3 معالق سكر، وحطينا كوبايه ميه متلجه. طبعا كوبايه الميه دي انا هحتاج عليها تاني، يعني انا حطيت حوالي كوبايه ونص، بس انا لما حسيت ان الكريمه تقيله معايا زودت ميه. يبقى استخدمنا كوبايه كريم شانتيه خام على 3 معالق سكر على كوبايه ونص ميه متلجه. ممكن تبقى لبن، بس انا طبعا عايزه اوفر في الوصفه فبدات ان انا حطيت ميه متلجه. هبدا بقى ان اضرب الكريمه بتاعتي لغايه ما تتقل معايا. بعد كده الحاجات اللي انا هزودها دي كلها زيادات من عندي انا حطاها، لو انت مش حابه تحطيها براحتك خالص، دي حاجات بقى ايه براحتك اضافيه، يعتبر كماليات. انت مش حابه تضيفيها يبقى تمام معاكي، الكريمه تبقى تمام وزي الفل. انا حطيت معلقتين زبده اللوتس، كانت كده كده موجوده عندي فحبيت ان أنا استخدمها. وحطيت معلقتين نوتيلا كانت برضو كده كده موجوده. لو انت مش موجوده عندك ولا الكريمه ولا اللوتس ولا النوتيلا خلاص بلاش منها خالص. وبرضو حطيت شويه زبيب وشويه جوز هند وشويه شوكليت كده هو بتاع الشوكليت دوت اللي هو بالشوكولاته. وخلاص على كده كل الحاجات دي اضافات، انت حابه تحطيها حطيها، مش حابه ما تحطهاش. انا كان كده كده موجود عندي شويه زبيب صغيرين متبقيين من رمضان وشويه جوز هند، فقمت حطاهم قلت ايه يحلوا الوصفه. بس عايزه اقول لك ان هي من غيرها برضه هتبقى شغاله وتمام وجميله معاكي زي الفل. بصي بقى الكريمه بتاعتنا احنا ولا عايزينها تقيله أوي ولا عايزينها خفيفه، عايزينها كريمه متوسطه. بصي الكوبايه ما شاء الله عملت معايا كميه حلوه قوي، كوبايه يعني عملت كميه محترمه من الكريمه. لا حلوه جدا. وعشان كده انا ما زودتش السكر، لان كده كده اصلا احنا حاطين حاجات مسكره، حاطين نوتيلا وحاطين جوز هند وحاطين زبيب، فكلها حاجات مسكره وقلنا ممكن ما تضيفهاش خالص، دي تعتبر كماليات في الوصفه. هنا بقى ركنت الكريمه شويه لغايه ما طلعت الجلاش. بصوا ما شاء الله يعني مقرمش معايا جدا، حلو قوي قوي قوي. بصوا متغلف كله. بصي من فتره للتانيه بفضل ان انا ايه اقلب فيه وهو جوه الفرن، يعني كل 5 دقايق كده اروح مقلباه، الناحيه اللي اتحمرت اجيبها على الوش، اللي ما اتحمرتش اخليها من تحت. تمام كده عشان كله يتغلف ويبقى كله سوا واحد. خلاص كده بعد ما حمصت كل الجلاش حمرته كله، بدات جبت بقى طاجن عندي او صينيه بايركس، اي حاجه عندك ابداي اشتغلي فيها، ممكن كاسات ممكن اي حاجه تحطي فيها. حطيت نص كميه الجلاش كده من تحت، وهبدا احط عليها كميه من الكريمه كده كويسه.
وهبدا ان انا اجيب معلقه كده عاديه، معلقه اكل عاديه، وابدا ان انا افرد بيها الكريمه عشان تتفرد معايا بكل سهوله، لانها بتقعد تلزق في المعلقه وكده. فكده بالمعلقه بتاعه الاكل دي هتفرد معاكي كويس جدا. كان ممكن كمان تحطي في الارضيه نفسها قبل ما تحطي الجلاش، تحطي جزء من الكريمه، بس عادي زي ما انت حابه. رصي الطاجن بتاعك زي ما انت حابه. قلنا ممكن تبقى كاسات، ممكن تبقى العلب اللي احنا بنعمل فيها الكب كيك، ممكن اي حاجه عندك فيها اشتغلي، اي حاجه عندك يعني متوفره اشتغلي فيها. ما تقوليش انا ما عنديش مثلا الطاجن مش عارفه اعمل الوصفه، او ما عنديش كذا مش عارفه اعمل، لا، اي موجود عندك اشتغلي فيه. كاسات، كوبايات، علب بلاستيك، اي حاجه. هنا بعد ما فرشت الكريمه كده كلها، جبت بقى ايه شويه جلاش من اللي احنا محمصينه الجميل ده. وعلى فكره ممكن تعملي بيه ام علي، ممكن تعملي بيه حاجات كتيره قوي الجلاش اللي احنا محمصينه دوت. فلا بينفع في حاجات كتيره جدا، وفر معاكي كمان يعني وفر معاكي ان انت تجيبي ملفيه. لو انت عندك الملفيه كده كده بقى اشتغلي بيه. هنا بقى احط برده جزء من الكريمه. عايز اقول لكم الوصفه دي موفره جدا وطعمها كان تحفه بجد، عجبت الولاد جدا. يعني من الوصفات اللي بتعجب فعلا الولاد، اي حد هيجربها ان شاء الله تعجبه باذن الله. بجد الوصفه تحفه قوي واحلى من المسخسخه بكتير. يعني هتعجبكم جدا، اللي يجرب المسخسخه ويجرب دي هتعجبه ان شاء الله. هنا بقى فردت الكريمه، برده فردت جزء كده من الكريمه. عايزه اقول لكم الكريمه كانت ما شاء الله يعني قضت، يعني الكوبايه كانت كويسه. كوبايه الكريم شانتيه الخام اللي احنا حاطينها كانت كويسه، يعني قضت الوصفه. هو بقى بس شويه يعني جلاش حبه صغيرين من اللفه اللي احنا حمصناها. هنا بقى هبدأ ان انا اغلفها بقى بشويه جلاش كده من على الوش اللي احنا برضو محمصينه. يعني ده بقى الوش الاخير خلاص. هبدأ بقى ارش رشه ايه خفيفه كده اهوت، تبين ملامح الطاجن ان ده جواه ايه، جواه جلاش مثلا، او جواه اي حاجه، جواه اي حاجه يعني. كده بقى هدي رشه خفيفه كده اهو من على الوش. بجد وصفه هايله جدا، يعني جربوها بجد مش هتندموا، طعمها حلو قوي. والجلاش بيفضل يقرمش معاكي، حتى اللي هيشوف الوصفه مش هيعرف ان دي جلاش اصلا، مش هياخد باله ان دي جلاش. عايزه اقول لكم ان انا بصوا كان عندي شويه مانجا كده كنت مفرزاهم في الفريزر، وطلعتهم فكوا وقمت حطاهم على الوش. عايزه اقول لكم دي برده حاجه اضافيه، لو انت مش حابه تحطيها ما تحطيهاش خالص، الوصفه لغايه كده تمام وزي الفل. مش محتاجه اي اضافات تانية، بس انت هتحطي ايه لو انت موجود عندك حطي، ما عندكيش خلاص. هم بس كانوا ايه حبه صغيرين كده اهوت، فحبيت ان انا اوزعهم على الطاجن كده من على الوش، يعني ايه يدوا شكل. انا حطاهم بس عشان التصوير، لكن لو مش هصور هعملها خالص، هعملها من غير مانجا خالص يعني تمام. عشان بس انت ما تستصعبيش الوصفه او تقولي مثلا دي مكلفه او حاجه، لا بالعكس هي مش مكلفه خالص، هي يعتبر رخيصه جدا. هنا بقى كان عندي صوص شوكولات كده اهوت، قمت جايباه وقمت حطاه كده برضو على الوش. برضو دي حاجه اضافيه، الحاجات اللي انا بحطها معاكم اضافيه دي يا جماعه ديت عشان التصوير بس مش اكتر، وعشان اديكم منها افكار، عشان لو انت موجوده عندك الحاجه دي تعمليها، لكن لو انت مش موجوده عندك خلاص استكفي بالحاجه الاساسيه اللي هي في الوصفه. تمام كده. هعمل بقى خطوط كده بسيطه، بس مجرد ان انا اكسر اللون كده وادي بس شكل بسيط كده اهوت، اي تزيين خفيف. زي ما بقولك كده العين بتاكل قبل البق، فهي فعلا وصفه هايله 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 جدا، ومش هتندمي خالص لو جربتيها. هبدأ بقى ان انا كان عندي كام حبايه كريس كده اهو، هبدأ برضو ان انا احطهم. هوزعهم بقى، هما كانوا حاجه بسيطه فقلت اوزعهم على الطاجن كله. بجد من الطواجن الهايله جدا اللي هتعجبك، ومش مكلف خالص، يعني وصفه تعتبر ما كلفتكيش كتير. شوفي بره بقى بتتباع بكام، يعني لو بتاكلي اكلات زي دي بره، شوفي بره هتتباع بكام، شوفي المنيو بره عامله كام وهتعرفي سعرها. وهي لو حسبتيها هتلاقيها مش هتكلفك ان شاء الله كتير. بس كده وزعت الكريس بقى، كام حبايه اللي كانوا موجودين عندي وزعتهم كده اهوت. بصوا شكلها تحفه بجد، شكلها بيتكلم عن نفسه. يمكن كمان الكاميرا ظلموها، يعني بجد وصفه هايله قوي. بس ده كده كان الفيديو بتاعي، ودي كانت وصفتي النهارده، ان شاء الله تعجبكم وتنور رضاكم. لو عجبكم بقى متنسوش تعملوا لي لايك، وتكتبوا لي كومنت حلو قمر كده زيكم، وتشتركوا في القناه وتفعلوا رمز الجرس عشان اي فيديو ينزل يجي لكم بيه اشعار على طول. واشوفكم على خير بقى في وصفه جديده وفيديو جديد، ومع الف سلامه يا حبايب قلبي، وفي امان الله.